وزير المالية الإسرائيلي طلع النهاردة وقال إن مصر هي المسؤولة الأولى عن أحداث 7 أكتوبر، هي اللي بتمول حماس بالسلاح والذخيرة. وطلع رد عليه وزير الخارجية وقال له احنا نرفض إقحام اسم مصر في أي موضوع، وفشل للطرف الآخر وإن هو عايز يحمله على مصر. في تراشق وتلاسن كتير بين المسؤولين في إسرائيل ومصر اليومين دول، والوضع فعلا خطير على الحدود. النهاردة كمان في فيديو انتشر على حشد الجيش المصري لصواريخ دفاع جوي سام 3 على الحدود مع غزة، وده معناه لو انتوا تعرفوا كبير جدا. غير قبليها كمان مصر كانت نقلت على حدود غزة برضو في حدود 40 دبابة مدرعات وناقلات جند. فالموضوع متوتر وخطير جدا، وممكن نشهد الأيام الجاية لا قدر الله اشتباكات على الحدود، والدنيا هتولع والمنطقة كلها هتولع لو حصلت الحرب بين مصر وإسرائيل.